السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كريم خلادي معكم. اليوم غادي نديرو جولة في منطقة شبه معدومة، منطقة جاية ايزولي. راح نروحو مع بعض نستكشفوها حبة حبة. راه معنا ليكيب توجور الياس وصحابة. نروحو لتحت نشوفو واش كاين. يلا معنا. كاين بزاف اقاويل على هذه المنطقة. كاين اللي يقولوا باللي المنطقة مسكونة كليا، وهي على حساب انني جاي لهذه المنطقة. راني جاي لها دو فوا ولا تروا فوا. جيناها مرتين في الليل، وهذه المرة جيناها في النهار. ما شفت حاجة انورمال. يعني بالنسبة لي هذه المقولة تاع ان المنطقة مسكونة او فيها اشياء غريبة ما دخلتليش للراس، باسكو سي ديجا جيناها 3 مرات وفي 3 اوقات مختلفة. يعني اونكا كاش حاجة صرات كتصرالنا لينا، مي الله اعلم. تبقى اقاويل غنية عن الصحة. ايا البلاصة انا كي دايرة. نهودو لتحت ونشوفو واش كاين مع بعض ونكمل لكم لا فيديو. علي في الشكل تاعها، الشكل الخارجي تشبه لمدينة سيفار. مدينة سيفار المشهورة بمدينة الجن، او كما يقال عنها غنية عن التعريف. تشبه لها هي كي تكون جاي شايفها من البعيد تبان لك كيفها. واش ديفيرونس؟ هذه جايه في الحدود المغربيه الجزائريه والاخرى جايه في الصحراء الجزائريه. بالنسبه لاي واحد يكتب لي في التعليقات يسقسيني على مكان المنطقه بالتحديد، ما نقدرش نفهمك. يعني هذه مرات جايه في الحدود نيشان الجزائريه المغربيه، جايه قريبه للحدود، قريبه للحدود بواحد 36 37 كيلو هكذاك. يعني ما نقدرش نعطيكم البلاصه وين اكزاكت. اصلا هنا ما كانش الريزو باش ندير بوان في الماب باش نقدر نعرف وين راني اكزاكت. تبقى هذه المنطقة لا تستحق الزيارة من حيث صعود الجبل. إذا بغيت تصعد الجبل لا تستحق الزيارة، لأنه ما فيش حاجة تخلع الفوق يطلع الجبل. برك الأحجار، تلقى الأحجار هنايا الفوق ما كاش حاجة تخلع. مي الطبيعة تاعها تحتها اونكا سي جامي كيما هذوك اللي يبغيو يديرو تخييم ولا يبغيو هنا يجي يفطرو ولا يقصرو ولا. تحتها فيها فيو شباب، فيها منظر شباب. مي الفوق في الجبل ما كاش حاجة اللي تخلع. أنا هابط لتحت، عيط لي إلياس نورمالمون شافو لقاو كهف ولا ما على باليش. نهبطو نشوفو معاهم هاد الكهف اللي لقاوه ونشوفو واش فيه. هما من هيها من تحت. هاي بلاصه اللي لقاوها هنايا. واش لقيت الياس تماك؟ الياس عاد شوف دقيقة. شوف الخدمة تاع هذا الجبل بحجرة فوق حجرة ماشي كيما الاخرين. على بالك هذوك قضية يطيحوا عليك. شوف صالح هذوك مقبوضين وحده قطع. سبحان الله. هذيك دونجي كانت هو بغيت تصورها؟ دونجي تما غير دم. دابا هنا باللي فيه كي كاين هكا دخله كيما هكا راه كاين دخله وتدني. بصح بلاصه تخوف هذه. هذا ماشي كيما شهود له هذا الله يهديك. هذا شوف صفاء شوف كي صفاء يعني باك داير هاك. شوف مرتبينهم يدي. مرتبين عند الله سبحان الله. لا دونجي هنا كنت تدخل الدم عليك. ماشي الدم عليك، تقدر كاع تهود. صافي طالعه كي تجي طالع وغادي تطلع تشبط فيه هذوك. كي تشبط فيه يهود عليك. يهود الياس هود. هود الياس ادخل. انا هو قرا عليا الفاتحه يقول قبري هذا قبري هذا هو. الخلود هذه ولا سمعت
البلاصه كيسموها هنايا غردقيوس، جبل غردقيوس. جبل غردقيوس. غردقيوس ولا غردقيوس؟ ما صبناش اردم. بالنسبه لهذه المنطقه هذه اللي وصلنا لها، هذه ما على باليش واش كانت بكري اكزاكت، مي على حسب شوفكم هكا تبان لك شغل عند رب العالمين. اش بان لك بصحابك ما هذه ماشي خدمه تاع انسان، ماشي تاع لا لا، هذا عظمة الخالق. شوف كما هكا شجره في وسط الجبل، سبحان الله. هذه شجره تاع واش هذه؟ والله ما نعرفها، دايره كي التوت. عندها شي معلومه يخلي لنا اسم هذه الشجره هذه. هذه ما على بالناش لا توت ولا حاجه اخرى، الله اعلم. وهذا الحجر اللي هنايا ماشي كما الحجر ماشي كما الحجر التقليدي اللي راه باين، شغل اللي يبان كي المعدن. هذا الحجر شفتوه الضربه، هذا اللي داير واحد الفيديو على غار البارود في بنين صاف عين تموشنت. كنا تحت منجم تحت الارض، كان كاين كيما هذا الحجر، مي هذا يبان لي شويه مختلف عليه. الله اعلم اذا كان هذا كيما اللي كان في المنجم ولا حجر واحد اخر، الله اعلم. غتهوي منه. هذاك اي عيني واعرين عيني واعرين. يا ولي شكرا تاع الحليب، يا ولي طاحي، يا ولي ما ادريش بكري. شو خوك فين؟ اطلع هناك يا بكير، مطلع. وين قاعد شوف خوك؟ شوف الناس يسووا. هذه وش هي هذه؟ شو والله جايه؟ شوف شي اكيد دروس. واه شكون مخدومه. دروس طاح 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 طاح. طيحي طيحي طيحي. تالمو هنا ما كان والو، حتى الشجره هنايا ومات الشجره وراه ميت. بون السلام عليكم خوتي. اليوم رانا جبناكم لواحد كما يقول لك واحد المنطقه شابه بزاف اسمها غار دقيوس ولا جبل دقيوس. هي كاين جبل وكاين فيه غار. هذا الغار هذا نورمالمون كاين بكري، وكما يقول لك مؤخرا قال لك ردم كما حنا نقولوا طاحوا عليه هاد الصخور هذه. اليوم جينا قلنا نشوفوا المنطقه ونشوفوا اذا نقدروا نشوفوا هذا الكهف اذا لقاوه ولا ما لقاوهش. ما وصلنا لواحد البلايص، واحد جوج بلايص تما مردومين، الله اعلم اذا كانت هذاك هو الكهف تاع الصح ولا لا. المهم جا معنا صاحبنا محمد، هو راه خبير وجا مقبل يعني لهاد البلاصه، هو اللي راه غادي يزيد يتكلمنا عليها. خويا محمد، كيفاش حتى جيت لهاد البلاصه؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه البلاصة جيت لها تا سقسيت عليها واحد لا فامي تاعي يسكنوا هنا في البادية، يعرفوا هذه المنطقة مليح. كما قال لك كانوا ساكنين بكري هنايا، حكاو لنا عليه، قال لك هذا غار دقيوس قديم ودايرين عليه كما قال هالة، يهضروا عليه بزاف، يقول لك مسكون، يقول لك فيه منجم، يقول لك فيه كنز، الله اعلم. حنايا سقسيت عليه مليح وجيت قبل لا تفقدت هذه ايامات، شفتها مليح، تاكدت بلي هذه هي المنطقه، يقولها منطقه جبل دقيوس. وجينا نحوسوا على المدخل اللي قالوا لنا كاين، المدخل اللي فيه الكهف ولا فيه الغار والله اعلم. الساعه كي سقسينا عاود سقسينا، تلاقيت واحد الراعي قال لي باللي المدخل تاعه تردم، طاحت عليه الحجره، قال لي كان راني فاضي نقدر نجي نوريكم وين كان المدخل. واليوم كما قال ما صبناش اليوم يرعى منا، زينا بقينا ندوروا عليه غير وحدنا في دورنا كاع الجبل كما راكم تشوفوا. حوسنا على هذا هو الجبل. الساعة الله غالب عينا صبنا غير واحد الغار وما عرفنا لا مدخل ولا هو ولا واحد اخر. المهم هذا هو كما قال غار دقيوس اللي الناس كتهضر عليه بزاف، وهذا هو الله غالب ما صبناش المدخل الله غالب. كاين اشاعات راهم يهضروها عليه، يقول لك بلي هذا الغار مسكون،
يقول لك بلي صرا واحد الحوادث كيما هذاك الكاز اللي قال لك جاي يخدم الطريق منه وطاحت عليه حجره. هي يعني هاد المعلومه صحيحه ولا برك كيما حنا نقولوا تخريف؟ هذيك الناس يهضروا هكا كما قال العوام، الناس اللي كانوا ساكنين في المنطقه يقول لك باللي جاو وحدين هكا، كان اللي يقول لك قال لك كان اللي يقول لك بنادم طير، كان اللي يقول لك دخل ما ولا، كان اللي يقول لك فات اقاول بزاف. بصح حنا ما نامنوش بهذا الصوالح، حنا بغينا ندخلوا له. لو كان حتى بصح حنا كنا دايرين باش ندخلوا له، والله غالب المدخل ما صبناش. الانسان يجي يستكشف هذه البلاصه، يعني هذه المنطقه يعني اسكو هذه المنطقه اسكو تستاهل الزياره ولا لا؟ ما تستاهلش الزياره. شوف قال مناطق الريفيه تستاهل الزياره. شوف كما قال كنت تلقى تحط الكاميرا قاعد تدور الكاميرا، تشوف كما قال تشوف المناطق طبيعيه شابه، سهول بالجبال، خاصه هذا الجبل تصيب وانت تريح فيه، تقدر دير فيه فطور، دير فيه عشاء، كما قلت تقدر تصيف فيه. حاجه مليحه تريح فيه نفسيا، تريح فيه حق زعما نفسيا تريح فيه. تنصح الناس تجي لهالمناطق يعني كيما المناطق انا الطبيعيه؟ نشجعهم الناس اللي يبغوا هكا يخرجوا، ماذا بيه يخرجوا مع اهل تاعه ولا اصحابه، يدوروا في هذا البلايص اللي كما راك ماذا بهم، كما قالوا يطلعوا على الامور، امور ما يكونوش شايفينها، كما قال يستكشفوا ويريوا يتعرفوا. خوتي هذه هي كما يقول لك حلقه تاع اليوم، المغامره تاع اليوم. حنا جاتنا معلومات على هذا الجبل، حنا كنا حاسبين فيه غار، جبنا معنا صوالحنا باش ندخلوا، الله غالب. عينا نحوسوا على البلاصه اكزاكت وندخلوا، ما قدرناش. ان شاء الله يعني مستقبلا بالك تزيد تجينا معلومه عليه، يعني ياك تجينا معلومه باللي كاين بلاصه زعما باللي كش داخله، ان شاء الله ندير لكم حلقه وندخلوا لها لداخل. المهم خليكم معنا ان شاء الله، ديروا لنا ابوني لاشين ان شاء الله، ودعمونا كما يقول لك بليجام والبارطاج، وان شاء الله يعني مع الوقت نزيدوا ندير لكم حلقات شابين. الى هنا نكونوا كملنا الحلقه تاع اليوم. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، درنا فيديو خفيفه كما هكا. نتلاقاو في فيديو جديد، السلام عليكم.